جدا. صباح الفل. بتمنى ان الميتنج النهارده يكون ميتنج مفيد علينا جميعا. انا ما قلتش حاجه في الجزء اللي ما كانش فيه صوت. خلونا بس نحط نيه ان اي حاجه نسمعها النهارده يكون فعلا عندنا القدره والقابليه ان احنا نستفيد منها وان احنا نطبقها في حياتنا بقدر الامكان. وباذن الله الساعه دي تكون لذيذه وفيها حاجات يمكن اول مره نسمعها. طيب، جميل جدا. خلوني الاول اتعرف عليكم وبعدين هبدا اعرفكم على نفسي ونبدا نخوض الرحله الجميله دي النهارده. خلونا نكتب في الشات كده سريعا في دقيقة اسمنا واحنا منين ولو الوظيفة بتاعتنا يكون كويس جدا. يلا هناخد دقيقة سريعا نتعرف فيها على بعض وانا فاتحة الشات. صحيتوا ولا لسه؟ ازيك يا معتصم؟ فريدة من الأردن. هبة من مصر مقيمة في السعودية. أمينة من أسوان، أهلا أهلا. بحب أسوان جدا أنا. يلا يا جماعة خلونا نفوق كده شوية، المحاضرة النهاردة ممتعة. ازيك يا سلوى؟ صباح الفل. أهلا يا سماح، أهلا بيكم جميعا. طيب، خلونا نتعرف على الباقيين. هقول لكم أنا مين. أنا اسمي رنا نجم، دكتورة أسنان ومدرس في كلية طب الأسنان جامعة اسكندرية. أنا أصلا من اسكندرية، وبعد ما خلصت دكتوراه في التركيبات والزراعة حسيت ان انا تعبت. حسيت ان انا تعبت من المهنة دي. حسيت ان في حاجة ممكن تكون اكبر من اني مجرد كل يوم الصبح انزل الكلية واروح ادي محاضراتي وبعدين اطلع اروح العيادة بتاعتي او المستشفى اللي انا كنت شغالة فيها وقتها، اقعد قدام العيانين بتوعي مكفية على وشي بعمل نفس الحاجات كل يوم. باعمل حشوات وباعمل تركيبات كل حاجة. طب وبعدين يعني أنا في التلاتينات هافضل كده لحد إمتى؟ لحد الستينات وبعدين طب رقبتي، طب ضهري، طب كل الحاجات دي مين هيحاسبني عليهم؟ حسيت وقتها بعد ما كنت خلصت رحلة بقى طويلة 10 سنين من ماجستير ودكتوراه، أنا مش عايزة أكمل في المهنة دي. وقررت إنه خلاص أنا هدرس حاجة مختلفة وأبدأ من جديد وأعمل حاجة بحبها، والكلام اللي بيحصل لما بنيجي نقرر إن إحنا نعمل كارير شيفت. فقررت إن أنا هدرس علم نفس. أنا أصلا كنت بحب ادخل المجال ده من قبل طب الاسنان. فبدات ادرس حاجات كتيره جدا وفروع كتيره جدا في علم النفس، سايكولوجي وبارا سايكولوجي وميتافيزكس وكوتشنج وصحه نفسيه وهيبنوسز وتاليبات، حاجات كتير جدا. لحد ما بدات يجي في بالي اسئله. الاول بدات احب طب الاسنان تاني، حسيت بحاجه غريبه كده بتقولي ان المشكله ما كانتش في طب الاسنان نفسها قد ما كانت في الطريقه اللي اتدرست لنا بيها طب الأسنان بشكل solid أو بشكل صلب، عامل زي 1+1=2. فأنتِ طول عمرِك مضطرة إنِّك أنتِ تمشي في 1+1=2. لمّا درست علم نفس اكتشفت حاجة مختلفة، بدأت تطلع في دماغي أسئلة مختلفة، زي مثلًا مكتوب عندنا في الكتب إن قُرح الفم اللي بتطلع لنا وقت ما بيكون عندنا توتر دي هي سببها التوتر. طب ده أنا مرّيت في حياتي ب3 سنين توتر يمكن ما حدش مَر فيهم زيّهم وما طلعتليش قُرحة واحدة. لما بيجيلي اطفال كتيره او شباب كتيره في الكليات والجامعات في وقت الامتحانات فعلا متوترين وبتطلع لهم الحاجات دي. طب ايه السبب؟ ليه التوتر اللي عندي ما كانش زي التوتر اللي عندهم؟ ايه المشكله؟ مكتوب عندنا كمان في الكتب حاجه لطيفه جدا. مكتوب انه في نوع من التسوس اللي هو اسمه كارث. نوع من التسوس بيبدا ويقف عند حده، ما بيزيدش اكتر من كده، ما بيكسرش السنان، ما بيروحش يدخل للعصب، ما بيأذيش السنه باي شكل من الاشكال غير ان هو بيبقى خط اسود كده وما بيزيدش عن كده. بيسموه arrested كارث، كارث وقف عند حده. وانا عندي النوع ده من التسوس بقاله سنين السنين، واسناني ما حصلش فيها حاجه بفضل الله. طب ليه التسوس ده بيجي ويقف؟ طب ليه ناس كتيره التسوس ما بيقفش عندها؟ يعني ليه الخاصيه دي موجوده عندي انا بس؟ لا، مش موجوده عندي انا بس، هي موجوده في الكتب كمان. طب ليه مش متفعله عند بقيه الاشخاص؟ طب هل في طريقه اصلا
إن ممكن تكون نقدر نفعّل بيها الarrested caries إن التسوس يُقف تمامًا، ما يدخلش على العصب أو ما يدمرش السنة، وبالتالي يبقى أنا كبني آدم عندي القدرة إن أنا ما أروحش لدكتور الأسنان، ما ادفعش فلوس كتيرة، ما اروحش زيارات كتيرة، ما اعملش الإجراءات اللي ممكن تفشل وابقى رايح وانا خايف واقول ان دكاترة الأسنان دول ناس صعبين ووحشين وصوت الهاند بيس بتاعتهم اللي بتعمل زز دي وحشة جدا. طب حاجة كمان، اكتشفت ان في بعض الأحيان بنبقى عاملين الإجراءات في بُق الحالات بتاعتنا 100% زي الكتاب ما بيقول، أنا بادرّس في الجامعة، أنا باعلّم الطلبة إزاي يطلّعوا الشغل زي الكتاب ما بيقول، فلمّا باجي أطبّقه في عيادتي باطلّعه زي الكتاب ما بيقول، وحالات بتفشل، إيه ده! طب ليه حصل الفشل؟ طب ما أنا عاملة كل حاجة زي ما الأبحاث قالتها وزي ما كل حاجة قالتها، ليه حصل فشل؟ وبالاقي على الصعيد الآخر ممكن يبقى ناس عاملة شغل بايظ، اللي هو شغل زي ما بيسموه تحت السلم، بس الحالة ما اشتكتش خالص، فييجوا يقول لِك إيه ده ستر ربنا، هو طبعًا ستر ربنا معانا في كل حاجة، بس في كتاب ما بيقول وليه الجسم هنا قدر يتعايش مع الموقف ده. فبدأت أدرس أكتر لحد ما اتعرّفت على دكتور طبيب درس برّه مصر اسمه دكتور أحمد النملاوي، يمكن كتير منكم ممكن يكون عارفه بما إننا في الcommunity بتاع دكتور رحاب، دكتور رحاب كمان دارسة معاه، لحد ما اتعرّفت على دكتور أحمد ودرست معاه حاجة اسمها الطب الشعوري التصنيفي. درست بقى معاه حاجات كتيرة ليها علاقة بالمشاعر واتزانها، وإيه اللي ممكن يكون سبب شعوري يخلّينا إحنا كبني آدمين سناننا تسوِّس. إحنا مجرد ما نعرف السبب الشعوري ده، هنقدر نعمل له balance أو نقدر نعمل له اتزان أو نقدر نعمل له نضيّع الاضطراب الشعوري اللي تبقى موجودة بشكل كويس. ومن هنا جه اسم المحاضرة بتاعة النهارده أو الهدف من المحاضرة بتاعة النهارده. أنا قررت إن محاضرة النهارده ما يكونش فيها أي PowerPoint أو أي presentation لإن كنت مهتمة وكنت حابة إن إحنا يكون في ما بيننا تواصل بشكل كبير، أكتر من إن إحنا نبُص على حاجة infographics أو نبُص على صور أو كده. الconnection هنا ما بيني وما بينكم هو قادر يوصّل لكم الحاجة اللي أنا باقولها بشكل كويس، وخاصةً إنه ما فيش حد قبل كده بيقولها، فممكن نحس إن هي تقيلة شوية. فنرجع تاني للهدف من المحاضرة بتاعة النهارده، إن إحنا نتعرّف شوية على الأسباب الشعورية اللي ممكن تخلّينا إحنا كبني آدمين ما نحتاجش لدكاترة أسنان. هل ده ليه علاقة بالcoaching وكده؟ هو ليه علاقة بالcoaching، يعني في جلسات الcoaching اللي أنا باعملها للحالات بتاعتي، بابدأ أعلّمهم أو بنبدأ نستخرج مع بعض إيه الحاجة أو إيه السبب اللي خلّاهم أصلًا ييجوا لي العيادة بيشتكوا بأسنانهم بالشكل ده، وإزاي يالّا بينا بقى نعمل توازن لده علشان ما تضطريش إنِّك أنتِ تدفعي فلوس كتيرة في علاج أسنانِك، ما تضطريش إنِّك أنتِ تفضلي رايحة جاية على عيادات الأسنان. طيب خلّونا نسمع كده مع بعض ثانية، هو إزاي يكون في شعور معيّن يسبب مرض جسدي معيّن؟ والسؤال ده كان سؤال بيدور في دماغي لفترة طويلة جدًا، إزاي حزن، زعل، فرحة، شعور بقلة قيمة، عدم ثقة بالنفس، أيًا كان، شعور معيّن، حاجة معيّنة تخلّي جسمي يبوظ. ولفترات طويلة كنا بنشوف دلائل على الحاجة دي بس ما كناش قادرين نلمسها، زي إيه مثلًا؟ بعد الشر حد زعل، غضب جامد، 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 جات له جلطة. بعد الشر حد مَر بموقف صعب أو حاجة شديدة، اتعرّض لسُكّر. إحنا عبارة عن مجموعة من المشاعر، كلكعة كده من المشاعر اللي طلع لها جسم، والمقولة دي اللي كان بيقولها دايمًا دكتور أحمد الدملاوي. ليه؟ علشان يبين لنا قد إيه إن إحنا عندنا تفاوت كبير جدًا في أنواع المشاعر، يقابلها تفاوت كبير جدًا في الأعضاء الموجودة في جسمنا. وده كان دايمًا سؤال بيشغل بالي، هو إحنا ليه جسمنا موجود بالشكل ده؟ يعني ليه أنا عندي إيدين؟ ليه الإيدين دي فيها صوابع والصوابع دي أطول من الصوابع بتاعة الرجلين؟ ليه رجلينا بالشكل بتاع حرف ال ده؟ ليه أصلًا عندي بُق والبُق بيفتح ويقفل بالشكل ده؟ ليه في فَك عندي الفَك اللي فوق ده ثابت والفَك اللي تحت هو اللي بيتحرك؟
ليه عندنا 32 سنة وضرس في بقنا؟ ليه في خد؟ ليه في لسان؟ كمية التفاوت في الأعضاء دي هل اتخلقت كده وخلاص؟ يعني ربنا كان عايز يخلق مخلوق في أحسن تقويم فراح مطلع الشكل ده كده وخلاص، بدون أي أهمية لوجود شفتين مثلا، مناخير واحدة وودنين؟ هل لا. لما درست الطب الشعوري اكتشفت معنى كل حتة في جسمنا. ليه ليه الايد ليه الايد بتتعب مثلا لما احس ان انا مش قادره اتصرف او مش عارفه اتصرف في حاجه معينه؟ لان الايد هي الاداه بتاعه التصرف. ولو الايد كانت اتخلقت باي شكل تاني ما كناش هنعرف نتصرف ونعمل ونمسك ونروح ونيجي ونشيل، ما كناش هنعرف نعمل الحاجات دي. طب الرجلين هي الحاجه اللي بتخلينا نتعامل مع الارض، نقف بثبات. ولو الرجلين كانت باي شكل تاني، لو ما كانش عندنا مثلا حرف ال بتاع القدم ده، يمكن ما كناش عرفنا نقف اصلا. لو ما كانش في قدم رجلينا وواقفين بس على الساق ما كناش هنعرف نقف، ما كانش هيبقى فيه التوازن بشكل كبير. فالرجلين بتدينا ثبات وتوازن واحنا بنتعامل مع الحاجات الثابته او بنتعامل مع الحاجات الراسخه زي الارض، وهكذا. طب نيجي بقى للحكايه بتاعه البق. هو البق ده اصلا وظيفته ايه؟ خلينا نقف هنا بدل لما اكون عماله بلوك كده كتير وناخد في الشات. تفتكروا بقنا ده وظيفته ايه؟ اكتبوا لي في الشات بسرعه، معانا 30 ثانيه. تفتكروا كده وظيفة بقكم ايه؟ بقنا ده موجود ليه؟ البق كله كعضو كله، بق واسنان ولسان وشفايف. نتكلم وناكل. حد عنده اي فكرة تانية البق ده موجود ليه؟ شكرا يا سماحة على اجابتك. تقريبا دول اهم الوظائف بتاعة البق. نتكلم بشفايفنا ولساننا، ناكل بسناننا، ونتواصل مع الناس. اتواصل مع الناس يعني ايه؟ يعني انا نوع الكونكشن او التواصل بيجي من خلال كلامي ومن خلال كمان شكلي، لان البق عباره عن تلت الوش كله. فتخيل ان التلت ده مش موجود، قدرتي على التواصل الاجتماعي او الناس بعد الشر اللي بيتولدوا بتشوهات الجنينيه ممكن ما يبقوش في احسن شكل يخليهم قادرين يتواصلوا مع الناس. طيب خلونا ناخد لقطه كده ونسال نفسنا، هو الاكل والكلام والتواصل الاجتماعي مع الناس دي مش دي حقوق لينا كبني ادمين؟ يعني مش ده حقي؟ مش انا اهم حق من حقوقي ان انا اكل؟ مش انا اهم حق من حقوقي ان انا ابقى قادر اتكلم واتواصل مع اللي قدامي، ان انا اظهر اصلا للناس ويكون في تواصل اجتماعي وابقى واثق من شكلي؟ فالبق هو العضو المسؤول عن اخذ. انا مش هعرف اكل واللقمه اللي في بقي دي او الاكل ده هو اول حق. انا اول حق من حقوقي ان انا احس ان انا بعرف اكل كويس، ان انا بعرف اتكلم كويس، ان انا بعرف اتواصل كويس مع الناس. وبالتالي من منظور الطب الشعوري التصنيفي فإن البق هو العضو المسؤول عن أخذ الحقوق أو التعامل مع حقوقي كبني آدم. وربنا بقى حط لنا جوه البق ده كام حاجة يساعدوني في إن أنا آخد الحقوق. فمثلا السنان اللي قدام، مش السنان اللي قدام دي عبارة عن الواجهة بتاعتنا؟ لو السنان اللي قدام دي مش موجودة وأنا بضحك، هل هكون بكامل قدرتي على التواصل مع الأشخاص وأكون بشكل كويس؟ لا طبعا. هل هكون قادر اقطم الاكل بشكل كويس؟ اقطعه لو عندي اكل كبير او سندوتش كبير مش هعرف احطه كله في بقي الا لما استخدم سناني اللي قدام علشان اقطع بيها الاكل، فاقدر استفيد من حقي اللي موجود قدامي. حاجه كمان، لو سناني اللي قدام مش موجوده هل هعرف اتكلم بشكل كويس؟ ولا الكلام هيطلع مليان فه وثين وفه والكلام ده كله هيبدا يتاثر بشكل كبير؟ طيب نيجي للضروس اللي ورا. ليه الضروس اللي ورا شكلها مش زي شكل السنان اللي قدام؟ ما احنا السنان اللي قدام بنقدر نقطم بيها، فكان لازم بعد ما اقطم الاكل يبقى عندي حاجه تقدر تطحن الاكل عشان استفيد منه. فاكرين لما كنا بناخد في الساينس او في العلوم واحنا صغيرين ان الضروس اللي ورا وظيفتها تقطيع الطعام وهرسه علشان المعده تقدر تستفيد منه؟ تعالوا نترجمها كده بشكل بسيط. الطعام ده هو حقي، وحقي دلوقتي انا حطيته جوه بقي.
لو انا ما عنديش دروس تطحن الاكل ده، هعمل ايه؟ هاكله او هزلطه وهو مش ممضوغ، صح؟ هل هقدر استفيد منه بالشكل الكامل في عملية الهضم وجسمي يستفيد من كل الحاجات اللي موجودة؟ طبعا لا. فيبدأ ربنا يدينا دروس علشان الدروس دي تهضم الأكل وتطحنه بشكل كويس علشان تساعد الجسم إنه يستفيد منه. فالدروس بتتأثر لما أكون أنا مش قادر أستفيد بحق حق هو موجود معايا. طيب خلونا نشوف كده ثانية واحدة، أو نفهم إيه أصلا اللي ممكن يخليني أنا كبني آدم عادي أصدق إن أنا لما يكون عندي مشكلة شعورية ليها علاقة بحقوقي سناني تبوظ. حلو جدا. إحنا عندنا في المخ، أول ما بنتولد أو أول ما بنبدأ نتكون حتى وإحنا في بطن مامتنا، المخ بتاعنا بيتكون من 4 طبقات أساسية. أنا مش عايزة أدخلكم في مصطلحات طبية وتحسوا إن المحاضرة مكلكعة ومعقدة، فخلونا نشوفهم كده 4 طبقات أساسية: واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة. وطبقة رقم 2 دي بتتقسم لجزء خارجي وجزء داخلي، فبيعملوا 4 طبقات. من ال4 طبقات دول بيتكون كل الجسم حرفيا: الجلد والأعضاء الداخلية، الأعضاء الأساسية، الخلايا بتاعت كل حاجة كل حاجة. تمام. وكل طبقة من طبقات المخ دول هي مسؤولة عن جزء اللي اتعمل منه الجسم. مثلا الجلد معمول من طبقة رقم 1، فالطبقة رقم 1 في المخ هي المسؤولة عن إن الجلد يحصل فيه أي مشكلة لو الطبقة دي اتأثرت. طبقة رقم 2 مثلا مسؤولة عن الأجهزة الحيوية: المعدة، الكلية، القلب، الرئتين. فالطبقة رقم 2 دي هي المسؤولة عن كل التفاعلات وكل الخلل وكل الصحة اللي بيحصل في الأعضاء اللي متكونة من طبقة رقم 2. وهكذا بقى بالنسبة رقم 3 ورقم 4. جميل، احنا لحد دلوقتي بنتكلم في حاجة منطقية، ان في حاجة في المخ بتأثر على حاجة في الجسم. ال4 طبقات دول في المخ، في النص كده ما بينهم في غدة. لما كانوا بيدرسوها لنا في الطب كانوا بيسموها الغدة المايسترو، الغدة النخامية، الغدة المسؤولة عن إفراز بقية الغدد كلها. هي الغدة اللي بتدينا أو بتعمل تنظيم لكل الغدد التانية: الغدة الكظرية، الغدة البركظرية، كل الغدد اللي بتطلع هرمونات واللي بتطلع انزيمات واللي قادرة على ان هي اصلا تخلي فين يروح فين، وامتى يبدأ هضم وامتى يبدأش هضم، وامتى يطلع صفرة وامتى نتنفس وكام نفس، وامتى ضغط، كل حاجة كل حاجة بتجيلها إشارة بدائية من الغدة النخامية اللي موجودة في المخ. الغدة النخامية دي العلماء اكتشفوا ان فيها مركز سموه مركز العاطفة. يعني ايه مركز العاطفة؟ مركز العاطفة هو المركز اللي بتتخزن فيه وبتتطور فيه كل العواطف والمشاعر النفسية الإرادية واللي بتاعتنا كبني آدمين. مش احنا دايما نقول ان انا عملت الحاجة دي بشكل كده لوحدي من غير ما احس، او ده فجأة انفعلت، ده فجأة حصل مش عارفة ايه. ده الجزء اللا ارادي في التفاعل او التعامل بمشاعرنا. خليني اديكم مثال تاني على الجزء اللا ارادي. هل في حد فينا بيصحى الصبح يقول انا هتنفس النهارده مثلا حوالي 150 شهيق 150 زفير وهحاول اوزعهم طول اليوم؟ محدش فينا بيعمل كده. في حاجات بتحصل بشكل لا إرادي جسمنا أصلا متسيستم عليها، بيحكمها العقل اللا إرادي أو السبكونشس مايند. وفي حاجات احنا بنعملها بإرادتنا بيحكمها العقل الإرادي أو الأعصاب بتاعتنا كبني آدمين. الجزء اللا إرادي ده بقى الحلو الصغنن اللي العلماء قعدوا كتير مش عارفين هو فين وموجود فين في المخ، هو المسؤول عن مشاعرنا اللا إرادية. يعني ايه اصلا ممكن يكون عندي مشاعر لا اراديه؟ يعني ايه؟ هو انا مش مثلا لما بيحصل موقف بضحك وانا ببقى عارف ان انا بضحك؟ اه، بس في حاجات كتيره بتحصل واحنا مش عارفين او احنا مش مخططين لها. زي مثلا لو كان عندك القدره ان لما يحصل موقف قدامك وحش او حد يهينك او يغلط فيكي، يبقى عندك القدره انك انت تضحكي او تفرحي. مش دي هيكون تحكم ارادي ان انا بختار ان انا اضحك في الموقف ده بدل ما اغضب؟ طبيعي لو حد شتمني انا هغضب او هحزن، هحس انه هو ليه بيشتمني، صح؟ مش ده رد الفعل الاولاني اللي بيحصل لنا؟ العلماء بيسموا ده ان ده رد فعل لا ارادي. والناس مشيت وقت طويل جدا 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 تحت المنظومة دي، ان مشاعرنا بتتم بشكل لا ارادي احنا مش بنتحكم فيه.
فمثلا لو انا عملت حاجه وكنت منتظره من اللي قدامي انه يقول لي شكرا، وشايفه انه ده ابسط حق تدهوني، لما انا عملت لك الحاجه الفلانيه انك تقول لي شكرا، ده حقي. ما بقولكش بقى جيب لي هديه، وما بقولكش اعملي قول لي شكرا. طب لما ما قلتليش شكرا، انا لا اراديا حسيت بايه؟ حسيت ان انا محبطه، حسيت ان انا حزينه، حسيت ان انا لم يتم تقديري بالشكل الكامل، صح؟ مش ده بيحصل معانا كلنا في معظم ايامنا، وخاصة اللي متجوزين مننا او اللي بيشتغلوا؟ فتبقى عملت حاجة كويسة جدا في شغلها، بس مديرها او المديرة بتاعتها او الاشخاص اللي بيشتغلوا معاها ما شافوش ان هي عملت حاجة، فما قالوش شكرا، حتى ما قدروش ده. ايه اللي بيصيبنا؟ حزن بشكل لا ارادي تماما. ممكن نرجع من شغلنا او في اخر اليوم ابقى حاسه ان انا تعبانه ومهمومه ومثقله، واليوم ما كانش حلو. ليه؟ لأن كان في تتابع كبير جدا من المشاعر اللا إرادية اللي بتهجم علينا طول اليوم. عدم التقدير محبط جدا، أنا حاسة بيكي ومقدرة إزاي إن عدم التقدير محبط جدا. بس هو ده بقى بالظبط اللي أنا بقول عليه، إن إحنا عندنا حاجة اسمها روابط جاهزة. يعني إيه روابط جاهزة؟ روابط جاهزة ما بين الحس والشعور، أو ما بين الإحساس والشعور. إيه ده؟ هو في فرق أصلا ما بين إن أنا أحس أو إن أنا أشعر؟ هل في فرق ما بين الإحساس والشعور من وجهة نظركم؟ خلينا ناخد كده سريعا في الشات أو لأ. هل في فرق ما بين الإحساس والشعور؟ بسرعة بسرعة بسرعة. أيوة في فرق، أيوة في فرق، أيوة ممكن. يعني إن أنا أحس بحاجة، هل مختلف عن إن أنا أشعر بحاجة؟ طيب ممكن ناخد سماح. سماح ممكن تفتحي المايك وقولي لي من وجهة نظرك إيه الفرق ما بين الإحساس والشعور؟ سريعا كده. ممكن نفتح المايك؟ ممكن نفتح لها المايك يا داليا؟ مش عارفة مين معايا، داليا ولا هدى؟ حاضر حاضر. أستاذة سماح، تحبي تشاركي معانا؟ عايزة أسمع منك الفرق ما بين الإحساس والشعور. صباح الخير. صباح الفل. هو الإحساس أعتقد إن هو يعني بيترجم عن طريق الحواس الخمسة، يعني إحنا بنحس بحاجة عن طريق يعني اللمس، الشم، كده يعني. لكن برافو عليك. الشعور ده يعني الشعور اللي أنا يعني الشعور اللي أنا بحس بيه، إحنا بنقول مجازا يعني بنحس بيه، لكن هو الشعور يعني مش عارفة أقوله إزاي، بس هو الشعور برافو عليك. السيء معنوي يعني. برافو. لكن برافو عليك. الإحساس هو المادي بالظبط زي برافو عليكم. برافو عليكم، سليم. الإحساس مادي والشعور معنوي. برافو عليكم. أنا مبسوطة جدا من ده، لأن في معظم محاضراتي لما بسأل السؤال ده ما بيبقوش الناس عارفين. بيقول لك إيه ده؟ طب ما أنا حاسة إني زعلانة. لا، هو مفيش حاجة اسمها أنا حاسة إني زعلانة. أشعر بالحزن لكن الإحساس هو الحاجات المادية. وبالمناسبة هما مش 5 حواس بس، احنا عندنا حواس اكتر من ال5 بكتير، بس ال5 هما الاساسيين: الشم، التذوق، الرؤية، السمع واللمس. دول ال5 حواس الاساسيين بالنسبة لنا. فانا ممكن مثلا اشوف انه دكتورة رنا لابسة بلوزة لونها اسود، فانا حاسة، احساسي، حاسة النظر بتاعتي بتقول ان ده لونه اسود، لكن شعوري تجاه الاسود ممكن يبقى مقرف. ايه ده؟ ده لون اسود وحش وقاتم. حد تاني يشوف ان اللون الاسود ده لون قيم جدا. حد تاني يشوفه شيك. حد تاني يشوفه ضلمة مخيف. وحد يشوفه مبهج. ايه ده؟ ده لون الكعبة. فالاحساس واحد، كلنا حاسين بحاسة النظر بتاعتنا ان هو لونه اسود، لكن شعورنا تجاه الشيء مختلف. وهي دي اللي بيسموها الرابطة ما بين الإحساس وما بين الشعور. لو في عدم تقدير، دي حاجة بتحصل مادية أقدر أشوفها. أشوف عدم التقدير أو أسمع كلمة توحي بعدم التقدير أو يتقال لي لفظ يوحي بعدم التقدير، فيصيبني شعور إحباط قصاده. طب هو مين قال إن المفروض إن أنا لما لم يتم تقديري أحبط؟ إيه ده؟ هو مش ده الطبيعي؟ لا، مش ده الطبيعي. خليني أسألكوا سؤال تاني. لو واحد سقط في الامتحان، سقط في الامتحان، شعوره هيكون ايه؟ شاف درجته ان هو ساقط وده احساس. شعوره بقى هيكون ايه؟ حزين، صح؟ زعلان ان هو سقط؟ لا، مش شرط يبقى زعلان. ايه ده؟ هو في حد ممكن يسقط ويفرح؟ ممكن.
ممكن يسقط ويبقى حيادي، يبقى عادي مش فارق بالنسبة له. مش مثلا ممكن حد يبقى باباه جبره على التعليم او بيضغط عليه او بيضربه، والله لو ما جبتش درجات مش عارفه ايه اللي هعمل فيه، فيروح هو ساقط بالعند علشان يحرق قلب باباه مثلا. مش بقول ان ده تصرف سوي، بس انا بدي مثال. الولد ده لو سقط، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى فرحان جدا، ابوه عمال بيهري وينكد في نفسه عشان الولد سقط، وهو فرحان جدا ان هو حرق قلب ابوه علشان ينتقم منه من اللي كان بيعمله فيه. فهنا ارتبط انه سقط باحساس ان هو فرحان بينتقم، عمل حاجه. او في واحده ما كانش يبقى فارق بالنسبه لها اصلا تعليم، ولا انتم مدخليني ليه؟ ما هي مامتي اصلا ما كانتش متعلمه، ولا جدتي كانت متعلمه واتجوزوا وبقوا ستات بيوت وبتاع، عايزه اتجوز واقعد في البيت، فانا مش فارق بالنسبه لي ان انا اسقط ولا ما اسقطش. فلما هتسقط مش هيبقى فارق بالنسبه لها. هي دي الرابطه اللي انا بتكلم عليها، عن ان في احساس معين بيتربط بشعور معين. الربط بيتم عاده بشكل لا ارادي، هي موجودة هنا، الروابط دي اتخزنت هنا من واحنا صغيرين، اكتسبناها من اهلنا، من بيتنا، من اصحابنا، بشكل خلاص بقى ده الديفولت سيتنج، بقى ده الوضع الاساسي بتاع مخنا، وبتتخزن في مركز العاطفة اللي موجود عند الغدة النخامية. طيب نرجع تاني بقى لمرجوعنا. لما اجي انا بشكل لا ارادي اختار شعور معين او اشعر بشعور معين، الشعور ده في مركز العاطفة اللي جوه بيأثر على طبقة المخ اللي ليها علاقة بالشعور ده. فاكرين لما قلنا احنا عندنا 4 طبقات للمخ، كل واحدة فيهم بتأثر على أنسجة معينة من الجسم، وإن كل دول في نصهم، كل الطبقات دي في نصهم مركز العاطفة. مركز العاطفة ده جنب الغدة النخامية بالظبط، الغدة المسؤولة عن تنظيم كل حاجة في الجسم المعنوي. فبقى هنا عندنا رابطة ما بين مركز الشعور أو العاطفة والعضو أو الغدة المسؤولة عن تنظيم كل حاجة في الجسم المادي. فأول ما بيجي شعور معين يبدأ يأثر على الغدة دي بشكل معين، فيتأثر العضو اللي قصادها. لحد كده احنا تمام؟ اتمنى نكون تمام. لو في اي حد مش فاهم اي حاجه ممكن يرفع ايده او يكتب لي في الشات، ما تخلوش الحاجه تعدي عليكم. طيب احنا كده قدرنا نعرف فين الرابطه اللي ممكن تخلي الشعور يأثر على بقنا واسناننا. وبالمناسبة هي بتأثر على كله، مش البق والسنان بس. بس أنا فضلت لما كنت بتناقش مع دكتور الرحاب في عنوان المحاضرة إن يكون العنوان ليه علاقة بحاجة حقيقية يمكن الناس مش عارفاها، وهي في صميم تخصصي، علشان أقدر أفيدكم بالشكل الأكبر. لكن الرابطة دي ما بين الشعور وما بين الجسم بتتم في كل الأعضاء، مش في البق ولا في السنان بس يمكن بقية الأعضاء ممكن تبقى مسموعة بالنسبة لنا. زي ما أنا قلت مثلا حد زعل جاله سكر، اوكي، فالدكتور يقول له ايه؟ لو عرفت في بعض الدكاتره مؤمنين بفكره انك لو تخلصت من الزعل هيروح السكر، وبعض الدكاتره يقول لك لا خلاص ما دام جالك السكر انت هتفضل طول عمرك بتاخد ادويه السكر. تمام. فخلينا دلوقتي نركز ايه في حته الفم والاسنان، لان ما اعتقدش انه، اعتقد ان هي كانت غريبه شويه، حتى كانت غريبه عليا انا لما اكتشفت انه ايه ده، هو ينفع البني ادم ما يروحش لدكتور سنان؟ اه. ايه ده؟ طب ده انت دكتوره سنان، هو انت مش عايزه الناس يجولك يعني؟ في مره حد سالني اما انت ازاي بتكسبي في عيادتك؟ هو الهدف هنا مش ان دكتور السنان يبقى بيعمل حاجه علشان الحاجه دي فعل تربحي. يعني عارفين لما كانوا دايما يقولوا لنا الطب ده مهنة سامية، الدكتور ده المفروض يبقى بيعمل حاجة، عمل عظيم جدا بيشفي الناس، فالمفروض أجره يبقى صغير، فالمفروض يبقى ما بيعملش مش عارفة ايه. فيطلع مجموعة تانية من الناس يقول لك ايه ده؟ طب ما هو الدكتور ده بني آدم برضه، هياكل ويعيش ويشرب ازاي لو كان أجره صغير؟ وبعدين الدكتور بيعمل حاجة عظيمة جدا ان هو بيشفي الناس وما بيخليهمش يروحوا فلازم ياخد أجر كبير مقابل العمل اللي هو بيعمله. اللي تايه في الدوامة دي مين؟ الناس بقى التعبانين. طب هل في إمكانية أصلا إن الناس التعبانين دول ما يحتاجوش أصلا دكاترة؟ ده كان سؤال عندي. هو ليه ربنا خلقنا نبقى محتاجين لحد تاني يقعد يدرس كام سنة، 5 سنين أو 7 سنين، علشان يطلع هو اللي يعالجني؟ علشان يطلع أصلا أنا بوظت أسناني مثلا أو بوظت جسمي، فيطلع هو يصلح حاجة أنا بوظتها. ليه ربنا ما ادالناش القدرة إن إحنا نكون إحنا عندنا الإمكانية إن أنا أخفف سناني لوحدها؟ الوقاية دي حاجة، بس أنا هنا بتكلم على إن خلاص الحاجة بدأت، التسوس بدأ، الجيوب بدأت تآكل العظم، بدأ يحصل حاجة. هل يمكن إيقافها ذاتيا؟
هل جسمي ممكن يتشافى ذاتيا من امراض الفم والاسنان لمجرد اتزان شعوري؟ اه. يعني لو حد بيطلع له التهابات متكرره بيكون نتيجه لشعور ايه؟ هقول لك دلوقتي حالا، او يعني هحاول بقدر الامكان اجاوب على اسئله اللي بيطلع له كذا بيكون نتيجه لشعور ايه، بس بعد ما نشرح الموضوع بشكل كبير. انا هنا بتكلم في فكره، طبعا الوقايه مهمه جدا جدا جدا، ان انا يكون عندي التوازن الشعوري اللي يخلي اصلا سناني ما تتعبش. ده انا كده في ليفل الوحش، ما شاء الله تبارك الله، ادي لك نجمه لو احنا عندنا الحاجه دي. طيب لو انا بقى اسناني تعبت، يعني خلينا نقول كده، لو عملنا سيرفي في المجتمع كله وشفنا مين الناس اللي ما عندهمش تسوس خالص في اسنانهم، ممكن لا يتعدوا شريحة من 5 ل 10%. ما عملتش السيرفي ده قبل كده، بس لا يتعدوا ده. تمام. انه ما عندهمش تسوس خالص، ما عندهمش مشكلة في اسنانهم خالص. يجي بعدهم شريحة تانية، الناس اللي عندهم مشاكل في اسنانهم بس ساكنة، زي انا كده مثلا. يعني انا زي ما قلت عندي كام ضرس هنا مسوسين، بس ده arrested كيرس، التسوس بدأ زمان وانا صغيرة وما زادش عن كده. اوقات بيطلع لي جيوب كده هنا او هنا او هنا شوية وتروح. ايه ده في كتب طب الاسنان بيقولوا لك ان الجيوب ما بتروحش اصلا. ازاي الجيوب بتاعتي اللي موجودة عندي اللي اوقات بتألمني بتروح وبترجع تاني كويسة. هنا بقى بدأت أدعبس، رجعت تاني الكتب بتاعتنا. هو ازاي يا جماعة؟ ما هو أكيد لو في حاجة ربنا خلقها جوانا تخلي جسمنا يتشافى بشكل ذاتي، هيقولها لنا. ما هم مش معقولة بيدرسوا في الطب من السبعينات أو قبل من الخمسينات كمان ولحد النهاردة ما اكتشفوش كل مكونات السنان، يعني بكل التطورات العلمية اللي موجودة والأبحاث والميكروسكوبات، أكيد في حاجة. فاكتشفت ان احنا بيدرسوا لنا في سنه اولى ان في نوع من انواع، سنه اولى، في نوع من انواع الخلايا اللي موجوده جوه العصب بتاعت كل سنه، خلايا موجوده عندنا كلنا كبني ادمين، حاجه اسمها اودونتوبلاست. ماشي. اللي هي الخلايا اللي بتكون ماده العاج. مش السنه بتاعتنا عندنا طبقه المينا وبعدين طبقه العاج وبعدين العصب من جوه. طبقه العاج دي بقى بتتكون من خلايا موجوده في العصب، اودونتوبلاست، موجودين وشغالين وطول الوقت بيشتغلوا، وطول الوقت بيبدأ يحصل بكتيريا أو تسوس أو أي حاجة، الخلايا اللي تحت دي تبدأ على طول تشتغل علشان تدي للجسم مادة عاج قوية مقاومة للتسوس اللي داخل ده. بندرس الكلام ده في سنة أولى وإحنا بناخد تشريح للسنة. إيه ده؟ طب ما ربنا هو حاطط لنا حاجات في جسمنا علشان لما يبدأ سناننا تسوس الحاجات دي توقف التسوس عند حدها. طب ما ده حلو جدا، ده احنا درسناه اهو. جميل. ده مش بس كده، ده احنا جوه العصب بتاعنا في حاجات اسمها الخلايا الجذعية، الستام سيل، اللي قادرة ان هي تتشكل وتديني خلايا تانية بكل الانواع على حسب احتياجي انا كبني ادم. واو، ده جميل جدا. مش بس كده، ده انا اللعاب بتاعي فيه خلايا مناعية، والدم بتاعي اللي بيدخل للعظم واللي بيدخل للسنان فيه خلايا مناعية تخليه قادر لو في اي مسبب للالتهاب ان هو يتخلص منه. طب يا جماعة ما الدنيا حلوة اهي، ما احنا درسنا الحاجات دي كلها. ايه بقى؟ يعني ليه بقى مفيش حد بيقول لنا ازاي نبدأ نشغل الحاجات دي؟ ما هم دول انا بعتبرهم جيوش ربنا مديهم لي، حاجات اكسترا بونس كده، مش اكسترا بونس، دي حاجات اساسيه موجوده عندي في جسمي، موجوده عندي في اسناني، ربنا مديهاني وهي عارفه تقوم بدورها بشكل كويس. طب هي شغاله. يعني ليه بقينا بنشوف مؤخرا ناس كتيره جدا 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 ماليه عيادات الاسنان؟ ليه مشاكل الاسنان ما بقتش بتروح؟ ليه كل ما اروح لدكتور سنان يحصل مشكله زياده، يحصل اعالج ضرس الاقيه ضرس اللي وراه باظ، او ضرس اللي قبله او الضرس اللي فوقه، او ما في حاجه توجعني الاقيها مسمعه في كل بق. ليه العذاب والدوخه دي؟ لان بمنتهى البساطه مؤخرا في العصر اللي احنا فيه ده بدأ يتزايد جدا 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 الاضطراب الشعوري المصاحب للمشاعر دي. ايه الاضطراب الشعوري المصاحب لأي مرض في البق والأسنان؟ حاجة ليها علاقة بحقوقك.
يعني ايه حاجه ليها علاقه بحقوقي؟ انا واخد حقوقي كويس ومحدش يقدر يجي على حقوقي، وانا اللي يقرب مني مش عارفه اعمل فيه ايه؟ او لا، دي الست دي ست قويه ومفتريه ومحدش بيقدر يجي عليها. ده لو حد مثلا عمل لها كذا تسوي الدنيا، ومع ذلك ما عندهاش سنان خالص في بقها. اللي انت بتقوليه ده كلام مش صحيح. حلو. نقف عند النقطه دي ونفرق ما بين حاجتين، ما بين السلوك وما بين الشعور. يعني ايه؟ يعني انا مثلا ممكن اما حد يعمل لي حاجه ارد عليه، حد احرجني مثلا في موقف ارد عليه، انا هنا اتصرفت التصرف الواثق من نفسه، تمام، ورديت وخدت حقي. بس من جوايا عندي شعور ان انا ليه كل شويه بتحط في موقف كده وحقوقي متاخده؟ ليه كل شويه مضطره ان انا اتعامل مع حد يقل من نفسي؟ تمام. يبقى انا اتصرفت سلوك خارجي يوحي بشيء، لكن كان الشعور الداخلي بتاعي شيء تاني. اديكم مثال كمان. واحده مثلا حصل مشكله ما بينها وما بين حماتها، او ما بينها وما بين جوزها، وحبت ان هي ترضيه، او حبت ان هي ترضيها، وقالت وراحت اتصرفت فعلا الفعل اللي هو او هي عايزاه، بس من جواها ما كانتش مرضيه. من جواها حاسه ان هي جم عليها قوي. هي اتصرفت سلوك يقول ان الموضوع خلاص خلص، او ان هي تمام، او ان هي راحت اتأسفت، لكن من جواها يظل الشعور موجود عكس السلوك اللي بره. وبالتالي عشان نركز بقى في الحتة دي، انا محتاجة منكم، انا مش محتاجة، انا حابة منكم او عايزة منكم بعد المحاضرة دي ننتبه لحاجة لطيفة جدا. اول ما احس بوجع او مشاكل في بقي واسناني هسأل نفسي سؤال: هل انا عندي حاجة دلوقتي حق من حقوقي انا مش عارف اخده؟ ده البيز، ده البسيط، دي الحاجة البسيطة، ده اول خط بالنسبة لي. هل انا حاسس ان في حق من حقوقي مش قادر اخده؟ هل انا حاسس ان حقي اتاخد مني وانا مش عارف ارجعه؟ هل انا حاسه ان انا كنت استحق الحاجه الفلانيه والحاجه الفلانيه دي حقي وما جاتليش؟ او انا حقي موجود مثلا. في ناس في مرحله الميراث بعد ما يتوفى عندهم حد، والمفروض ان ده حقها وحقها موجود خلاص والناس كلها معترفه بيه، بس هي مش قادره تستفيد منه. مثلا محطوط عليه اي حاجه في المحكمه، حق معاها ومعترف بيه وهي عارفه ان حقها وده حقها، بس مش عارفه تستفيد منه. تبدا دروسها توجعها، او يبدا دروسه يوجعه. فعايزه نسال بس نفسنا السؤال ده. لو كانت الإجابة لو كانت الإجابة أنا بامُر بحاجة دلوقتي تخلّيني أقول إن في حق من حقوقي مش موجود، أو مش عارفة آخده، أو مش عارفة أستفيد منه، فابقى عارف إن هو ده سبب تسوس الأسنان، أو سبب الوجع اللي جاي لي دلوقتي. لإن كتب الطب الجميلة بتقول إن تسوس الأسنان سببه يا إما بكتيريا، يا إما وراثة. في ناس كتيرة جدًا بتغسل سنانها بشكل كويس، بس أسنانها مع ذلك بتسوس، فيقول لِك ده وراثة. أصل أنت واخده من الناس، من مامتك أو من باباك، أو إهمال. يعني بكتيريا، إهمال، وراثة. هم دول ال3 أسباب اللي إحنا بندرسهم. فيقولوا لك عن التسوس إن هو حاجة اسمها multi factorial، ده يبقى ده. لو ما كانش أنت ما بتهتمش بأسنانك يبقى أنت عندك عامل وراثي، لو ما كانش أنت عندك عامل وراثي يبقى في بكتيريا في بُقك مش عارفة فيها إيه. طب فين يا جماعة الجانب الشعوري؟ في اوقات كتيره جدا 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 بتجيلي ناس ما بتهتمش باسنانها، ما بتغسلش اسنانها العدد اللي بيتقال عليه، مره الصبح ومره، واسنانها بتلمع. وفي ناس بتجيلي بتغسل سنانها وبتهتم باسنانها بكل الاشكال، واسنانها مسوسه وبايظه ومخلوعه. طب ليه؟ لان في سبب شعوري احنا ما اتعلمناهوش، لان احنا ما درسناش عن الجزء الخاص بجسمنا اللي قادر يتشافى ذاتيا، فيخلّيني أقدر أكون إنسان صحّي بشكل كويس. طيب إحنا إزاي بنعرف نكتشف ده؟ يعني أو أنا إزاي باعرف أكتشف ده كcoach بقى؟ بالمناسبة أنا ACC coach cert من الICF. فإزاي في الجلسات بتاعتي باقدر أكتشف إن في سبب شعوري؟ الحاجة ببساطة جدًا، كل منطقة في البُق هي بتشير لحاجة معيّنة في الحقوق. كل عضو، كل السنة، الضرس، اللسان، اللثة، الجيوب، الجذور، العظم، الخد من جوه، الشفة من جوه، كل حاجة من دول ليها تفسير شعوري عندنا كبني آدمين. بمجرد أنا كدكتورة سنان معرفتي للجزء المصاب،
بقدر اتكلم اللي جاي لي. انا مش عارفه اذا كانت النتورك ستيبل ولا لا، بس هو كل شويه بيديني ان النتورك مش ستيبل، فاتمنى ان يكون كلامي كان مسموع. لو في حاجه وقعت من النص منكم يا ريت تقولوا لي. بنعمل ايه بقى في الجلسات، او ازاي بنقدر نخلي الجسم يتشافى ذاتيا؟ بمنتهى البساطه بنحدد فين المنطقه اللي فيها المشكله، وبنبدا نشوف، او ببدا اسال شويه اسئله للشخص اللي موجود معايا في الجلسه، انه ايه، هل بتمر بحاجه فيها الشعور كذا ليها علاقه بالحقوق، او الشعور كذا، او الشعور كذا، كلهم حاجات ليها علاقه بالشعور. خليني مثلا اديلكم مثال، الجيوب اللي بتجيلنا في اسناننا، وحساسيه الاسنان. هقول لكم 3 حاجات النهارده. الجيوب اللي بتجيلنا في اسناننا سببها ايه؟ حساسيه الاسنان والقرح اللي بتظهر وبتروح دي. طيب، خلينا ناخد كده ببساطه. انا لو عندي جيب في البنطلون او في الشنطه، الجيب ده انا بعمل بيه ايه؟ بحط فيه حاجه، صح؟ بحفظ فيه حاجه، او بشيل فيه حاجه، او بخبي فيه حاجه. طيب، الجيوب بتاعه الاسنان هل ليها علاقه بحاجه زي ليها علاقه بحاجه انا مش عايزه اقولها ومخبياها جوايا، بس هي حقي. خليني اديكم مثال لاخر عميله كانت عندي امبارح في العياده، دكتوره، وعندها مشكله في الجيوب متكرره. كانت كل مره تجيلي بالمشكله دي، ولما كنت بسالها هل في حاجه حاسه انك انت مش عايزه تقوليها للناس وبتعتبريها ان هي حقك، قالت لي لا خالص، بالعكس ده انا كويس. وهي فعلا مدرس في الجامعه، كليه طب. لحد ما جات لي امبارح، جات لي معاها ابنها صغير كده ما شاء الله، ربنا يحفظه لها، شقي. كانت الجيوب بتتحسن بشكل بسيط لان احنا عملنا اجراء في بقها، بس لسه الوجع موجود. فسالتها سؤال، قلت لها هل بتقدري تنامي كويس وترتاحي كويس من شغل ابنك، او من الحاجات اللي ابنك، الشقاوه اللي بيعملها ابنك؟ قالت لي لا، ما انت عارفه القطر ان ده. فقلت لها هل بتقدري تقولي ده؟ هل بتقدري تقولي يا جماعه انا محتاجه ارتاح، يا جماعه انا حقي ان انا ارتاح، يا جماعه انا نفسي انام شويه؟ قالت لي لا، ما بقدرش اقول. فهي هنا عندها حق. حقها ايه؟ ان هي ترتاح. ترتاح، ده موقف بسيط جدا، بس انا مش قادره اقوله، وبالتالي انا مخبياه جوايا، مخبيه رغبتي في الحق ده جوايا، فيبدا يطلع لها جيوب. بديكم مثال على الحاله دي، او واحده من المشاعر اللي بتخلي الناس ممكن يجي لها جيوب في اسنانها، ان انا يكون ليا حق وانا بحاول يا اما اخبي الحق ده عشان محدش ياخده مني، يا اما مش قادره اطالب بالحق ده فمخبيه الكلام جوايا، شايلاه جوايا علشان ما يطلعش تاني. حاجه في النطاق بتاع ان انا مش قادره اقول، مش قادره بخبيه، بستخبى وراه، بشيله، بداريه عن الناس، تبدا تطلع لك جيوب في اسنانك. اوكي، او في اسناننا، يعني ملهاش علاقه ما بين الذكر والانثى بالشكل الكبير ده. الامبريلا او المظله الكبيره للموضوع واحده. تمام. خليني اسالكم كده سريعا في الشات، هل في حد راح لدكتور سنان وهو بيشتكي من مشكله الجيوب المتكرره، والكلام اللي انا قلته ده سمع معاه في حاجه، هو فعلا حاسس ان في حاجه حقوقه بس انا مش بقدر اقولها، ودايما مخبي الكلام جوايا، مش بقدر اقول للناس ان ده حقي؟ شكرا يا منى على الصوت. هل حد مر بتجربة الجيوب عند دكتور؟ أو في، أنا عندي جيوب متكررة. طب هل فكرة إنك أنت مش بتقولي الحاجة اللي ليها علاقة بالجيوب، مش بتقولي حاجة ليها علاقة بالحقوق، أنا آسفة. ودلوقتي ربطت فعلا، شكرا يا منى، ميرسي جدا ليكي. طب أعمل إيه؟ أعمل إيه بقى أنا كمنى دلوقتي عندي جيوب، وفعلا ربطت ان انا في حاجات مش بقدر اطالب بيها بحقوقي؟ الموضوع بسيط جدا، عشان في ناس بتيجي تقول لي يعني اروح اعمل مشكله، يعني اروح اقول لهم ان انا من حقي؟ لا 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 خالص. في اوقات ما بندخلش في صراع مع الاخرين، لان حتى لو طالبنا بحقوقنا مع الاخرين ممكن ما يدوها لناش، فالموضوع يزيد سوء. لكن التعامل الشعوري دايما بيتوقف عليا انا كبني ادم. وسكت عن مطالبة بيها. طيب جميل جدا. منى بتقول ان فعلا دلوقتي ربطت ان هي لما بتتعبني الجيوب بيكون ليا حقوق وسكت عن المطالبة بيها. شكرا يا منى. اعمل ايه؟ بمنتهى البساطة هطالب بحقوقي، يا جماعة انا من حقي كذا. طب هل ده شرط ان اللي قدامي يستجيب بقى علشان الجيوب تخف؟ لا، حتى لو ما استجابوش خالص، بس انا ما خبيتش جوايا، بس انا ما سكتش، ما داريتش كده جوايا ان في حاجة والمفروض اطلبها، لا هقولها. طب والله ما استجابوش ولسه حاسه ان في شعور جوايا مضايقني، هقف قدام المرايه واقول لنفسي انا عارفه ان انا ليا الحق الفلاني،
وانا دلوقتي بطالب بيه وبقوله ومش بتنازل عنه، مش بصراع، لكن انا عارفة ان هو هيرجع في وقت ما. عملية بالانسنج الشعور أو توازن الشعور الداخلي هي الوحيدة القادرة على تفعيل التشافي الذاتي، مش في الأسنان بس، في كل حاجة كمان. تمام. طيب ناخد حاجة تانية، حساسية الأسنان. الناس اللي عندهم سنانهم حساسة قوي، أول ما يجي يشربوا حاجة ساقعة أو حاجة سخنة أو بتاع يحسوا بكهرباء في أسنانهم، في أسنانهم كلهم، ما أقصدش إن في ضرس معين هو اللي ممكن يكون عامل مثلا عصب فعامل الكهرباء دي. أنا أسناني حساسة. معظم الأشخاص اللي أسنانهم حساسة هم الحقيقة حساسين برضو تجاه المطالبة بحقوقهم، حساسين تجاه الكلمة. ودي بشوفها كتير في عملائي. في ايه؟ واحدة رايحة مثلا عندها مشوار في الكلية، راح تقدم على ورق، راح تعمل مش عارفة ايه، فتقولك لما قابلت الموظفة الفلانية سمعتني كلام زي السم، فحسيت ان اسناني بدأت تبقى فيها حساسية كده، حتى الهوا مش قادرة. ليه؟ لان هي حساسة جدا تجاه الكلام اللي اتقال لها واللي كان فيه انكار لحقوقها. هي راح تختم ورقه او راح تدفع فلوس، عادي يا جماعه، ده ابسط حق. انا راح اقدم على حاجه هديلكوا فلوس، حقي هو اليسر ان الموضوع يتم بسهوله. فلما الاقي حد يقول لي كلام انا سنسيتيف قوي ليه، انا حساسه قوي لان انا اسمع كلمه وحشه، بتبدا سناني يجي لها حساسيه، تبدا سناني تبقى حساسه لكل حاجه. الموضوع ده لفت نظري برضو، يمكن اول امبارح او اول امبارح في اخر مره كنت فيها في العياده عميله، وفي الغالب هما بيبقوا ستات لان الستات هما اللي بقدر اتكلم معاهم اكتر عن مشاعرهم. الرجاله في الغالب بيقولوا لي لا، ما فيش، ما عنديش شعور بحاجه، لا ده انا قطمت مش عارفه ايه جامد فسنتي اتكسرت. المهم، فقالت لي انا كنت بخلص ورق الدكتوراه بتاعي والموظفه سمعتني كلام وحش قوي. فسالتها سؤال، هل حساسيه سنانك دي بتجيلك طول الوقت؟ هل انت طول الوقت مش قادره تاكلي ايس كريم، مش قادره تشربي ميه ساقعه؟ قالت لي لا، اوقات كده معينه بس. فقدرت اربط ان هي حساسه جدا تجاه الحاجات اللي هي بتعتبرها حق من حقوقها. انا حقي لما اروح اقدم لك الورقه تاخديها وخلاص، ليه تعسفيني، ليه تسمعيني كلمتين ما لهمش لازمه؟ فسالتها، هل انت حساسه، كنت حاسه بحساسيه تجاه الكلام اللي هي قالته لك؟ قالت لي جدا. ليه يتقال لي حاجه زي كده؟ لما نبهتها للحته دي جات لي المره اللي بعدها مفيش اي حساسيه في اسنانها، سنانها رجعت طبيعيه بشكل عادي. فخلينا تاني نرجع نربط ما بين فكره ان انا ليا حق، والحق ده مش شرط يكون مادي، وما بين اي حاجه بتحصل في بقي واسناني. اتفقنا؟ حساسيه، جيوب، قرح، تسوس، مش هقعد اعدهم، امراض الفم والاسنان كتيره جدا، لكن سببهم واحد، التفصيله بس بتاعتهم واحده. طيب نسال تاني السؤال، هل في حد من الموجودين هنا بيعاني من حساسيه في اسنانه، مش بيقدر يشرب ميه ساقعه او ياكل ايس كريم او حاجه؟ سريعا، هل حد عنده حساسيه في اسنانه او في ضروسه؟ مش كهربة عصب او الم تسوس؟ مفيش. طيب جميل جدا، نيجي بقى للقرح. القرح اللي بتطلع لنا في بقنا من جوه او في خدنا، تبقى قرحه كده مدوره، اجي ابص لها في المرايه الاقي في حاجه كده، اروح للدكتور يقول لي ايه دي؟ قرحه. حط لها اورا كيور، او حط لها مش عارفه، يديني رش كده سبراي بنج موضعي علشان الموضوع يرتاح شويه. وفي بعض الدكاتره تقول لك هي مش محتاجه حاجه، حاولي تستحملي الالم، هي هتروح لوحدها في خلال 7 ايام. والحقيقه هي بتروح لوحدها فعلا في خلال 7 ايام، ويمكن اقل كمان من ال7 ايام. طيب القرح دي لما بتبقى موجوده بعد ما عملت حشو ضرس بدأ يشعر، لا ما مش قصدي على ده، مش قصدي على ده يا عزة. القرح دي لما بتبقى موجودة بتعمل ايه؟ اجي ادوق الاكل كده احس ان القرحة دي وجعاني، اجي استمتع كده بطعم الحاجة اللي في بقي احس ان انا مش قادرة استمتع، مش قادرة اكل، نتيجة لان القرح الموجودة او الالتهابات الموجودة دي منغصة عليا عيشتي، منغصة عليا طعم الحاجة اللي انا باكلها، مش قادرة احس بطعم حاجة. نيجي بقى للربط بتاعنا، الماجيك اللي احنا بنعمله، ايه علاقة ده بالحقوق؟ طيب هو انا استطعامي لطعم الاكل مش ده حقي؟ تعالوا نشوفها كده على المستوى الاكبر. لو انا بمر بموقف انا مش عارفه فيه استطعم حياتي، مش عارفه احس بطعم الحياه الجميل اللي هو يخليني اعمل
إمم، الإحساس ده طعم الأكل أو طعم الحياة أو أعرف أكون مستمتعة كده وأنا باحس بطعم حاجة، لأ. فقُرح الفم أو التهابات الفم المتكررة اللي هي بعيدًا عن إنه خراج طالع علشان في ضرس مسوس، أنا باتكلم على التهابات الفم واللثة، هي بتيجي لمّا بموقف موتر، في توتر، بس أو طعم الهدية اللي جات لهم، أو طعم الحق اللي جالهم. يعني إيه، أنا جالي فلوس مثلًا، بس أنا مش عارفة أستطعمها، مش عارفة أحس إن الفلوس دي هتغيّر حاجة في حياتي. أنا دلوقتي في فترة امتحانات، والامتحانات دي منغصة عليَّ حياتي لدرجة إن أنا مش عارفة أقعد مع أهلي، مش عارفة أنزل مع أصحابي، مش عارف حتى أقعد مع نفسي كده لوحدي وأنا مش متوتر، حياتي ما لهاش طعم. فيبدأ يحصل لي قُرح الفم أو الالتهابات المتكررة في الفم. طيب فخلّينا نشوف سماح، لو حد بيطلع له التهابات متكررة في الفم بيكون نتيجة لشعور إيه؟ ده ممكن يكون أصابِك أو أصاب الشخص اللي بتسألي عنه في فترة الالتهابات؟ لو كان سؤالِك عن نفسِك، عن الالتهابات دي بتيجي لِك أنتِ، هل في فترة الالتهابات حق من حقوقِك أو حاجة كانت في إيدِك مش عارفة تحسّي طعمها؟ أيوه فعلًا. ميرسي جدًا يا سماح، شكرًا. نعمل إيه؟ نعمل إيه لمّا نمُر بحاجة ليها علاقة بمشكلة في مشاكل الفم والأسنان؟ عندنا حلّين بسيطين، الحل الأولاني إن أنا أعرف أعمل أستخرج الشعور ده وأعرف أعمل له توازن، يعني حقوق طَب إيه اللي عندي، طَب بتاع أقعد أتكلّم مع نَفْسي، أقف قدّام المراية، أطمّن نَفْسي، أخلّيها تشعر بإن أنا معاها وإن الحقوق راجعة وأحس باتزان شعوري. العرض هيروح في ساعتها، في ثانية. هل الجسم قادر على الشفاء الذاتي instantly في لحظتها؟ آه. ودي واحدة من المعجزات، أو أنا مش باحب أسميها معجزات، باحب أسميها آية من آيات ربنا فينا إحنا في جسمنا، اللي أنا شُفتها بشكل كبير، اللي أنا قدرت ألمسها، يعني أنا مرّيت بيها بنفسي. لمّا كنت باعمل توازن للشعور، كان الموضوع بيخلص في لحظتها. فيبقى الحل الأولاني إن أنا أسعى ورا الشعور مثلًا، أو يكون حد شغال في الحاجات دي، أو توازن للشعور. أو الحل التاني رنا في جلسة علشان تطلّع لي إيه الشعور فيخف، فبدل ما أروح لدكتور أسنان أو الصورة راحت بس سامعني؟ بس confirmation إن الصوت والصورة كده كويسين، أو at least الصوت. اه تمام، الصوت كويس. أوكي، ميرسي جدًا. طيب أعمل إيه؟ إحنا قُلنا الحل الأولاني إن أنا أعرف الشعور وأبدأ أشتغل على توازنه، أخلّيه متزن جوايا، قدرة إن أنا أروح لدكتور رنا أو لغيرها من الناس اللي بيعملوا توازن للشعور مختلف. يعني إيه؟ أنا دلوقتي طالع لي قرحة مثلًا في بُقّي، وأنا مش عارفة إيه هو الشعور اللي خلّى القرحة دي تطلع، مش عارفة، مش قادرة، أنا مش مختص. فتمام، بدل أمّا أنا أقعد أدوّر على الشعور، أختار شعور مختلف. طَب إيه رأيِك دلوقتي يا رنا نبقى فرحانين، نختار شعور الفرح، يعني إيه نختار شعور الفرح؟ أفتكر موقف فرّحني وأعيش في الموقف ده وأغوص فيه وأفتكره وأضحك فعلًا
فعلا من قلبي. افتكر موقف كنت فخورة فيه بنفسي، استبدل الشعور اللي موجود اللي انا مش عارفاه. عملية استبدال الشعور دي انا برشحها للناس اللي ما عندهمش قدرة يروحوا للدكتور او يعملوا جلسات، او هم مثلا ما بيحبوش ان هم يروحوا لحد، عايزين يعالجوا نفسهم بنفسهم. خلاص مش لازم تعرف الشعور، مش لازم تعرف الشعور المضطرب اللي خلى سنانك تبوظ. خلاص مش أزمة، مش هنقف عليه، مفيش حاجة هتعجزنا. احنا هنستخدم الخاصية اللي ربنا حطها لنا، الشفاء الذاتي. فالشفاء الذاتي بيقول ايه؟ لو الشعور متزن هيحصل شفاء، لو الشعور مضطرب هيحصل مرض. طب انا عندي دلوقتي مرض، مش مهم، اختار اي شعور متزن، انبساط، سلام، هدوء، محبه عشت فيه، العرض هيروح. العرض عليها في الحته دي ان انا اختار الشعور. الاسنان ليها علاقه بالحقوق، فانا ما اجيش واشعر بالهدوء وانا اصلا جوايا انا اشعر بسلام تجاه حقي اللي متاح. قررت ان انا اشعر بهدوء تجاه الاشخاص، بهدوء واشعر فعلا الهدوء ده. العرض التوبيك بتاعها، ايا كان التوبيك هو ايه، انا نتكلم في حاجه زي كده ماشي، او حابين نتكلم بشكل عام عن المشاعر، حابين نتكلم بشكل عام عن التوتر، فيل فري ان كنتوا في الكوميونتي بتاع دكتور رحاب تطلبوا او تقترحوا، خلينا نسميها كده، تقترحوا المحاضره الجايه بتاعتنا ان شاء الله. مش عايزه اطول عليكم، انا عارفه ان المحاضره بتاعتنا ساعه، فخلينا ناخد كده 3 دقايق لو في حد عنده سؤال في اللي احنا قلناه. طيب الأسئلة اللي ممكن تبقى صعب إن إحنا نجاوبها دلوقتي هي إيه السبب الشعوري مثلا ورا تسوس السنان؟ أصل أنا عندي الضرس الفلاني، أصل أنا بيطلع لي خراج متكرر. لأن كل حاجة منهم على الرغم من إن هي بيبقى ليها مظلة كبيرة، إلا إن فيها تفاصيل من تحتها. وعشان أجاوب على الشعور ده لازم أقعد وأتكلم معاكي إنه حصل ده إمتى، ظهر إزاي، الوقت ده كان فيه إيه، أنهو سنة ودرس قعد قد إيه. فهنلاقي نفسنا ال3 دقايق بتوعنا خلصوا. فخلونا لو في سؤال عن طريقة مثلا صياغة المشاعر، إدارتها، حاجة معينة نقدر نجاوبها في خلال من 3 ل5 دقايق، أنا معاكم عشان ما نطولش وقت المحاضرة. طيب نبدأ. أمينة اتفضلي، ممكن نفتح المايك لأمينة بعد إذنك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور. وعليكم السلام، ازيك يا أمينة؟ اتفضلي. ازيك عاملة ايه؟ سعيدين جدا بمحاضرة حضرتك النهاردة. وفعلا ربنا. جيتنا في الصميم يعني في الأسنان والحاجات اللي بنعاني منها. أنا بس ما سمعتش الجزئية الأخيرة بتاعت حضرتك إن اللي معاه سؤال من ناحية المشاعر. أنا كنت رافعة إيدي قبلها. أنا اه كنت اتفضلي. يعني من حوالي 7 8 سنين كده، ومن حوالي 11 سنة كمان. حسيت بألم، ما أعرفش الألم ده فين في الضروس بالظبط، المهم ألم في أسناني كلها. رحت للدكتور قال لي ده ضرس العجل وكده، فراح جه شالهولي. وجي كمان بعدها بحوالي سنة شال التاني الحمد لله. جيت بعد كده يا دكتور مجرد ما اتجوزت كده من حوالي 6 سنين، 10 يوم جوازي وانا بتغدى وحسيت ان في حاجه بتألمني في بوجهي. رحت الدكتور، المهم يعني مش عايزه اطول في الحته دي. فقال لي ده خراج في الضرس مش عارفه انضف لي، قال لي عندك 4 اسنان عايزين يتحشوا، 4 ضروس. حشيتهم فعلا. فجيت بعد كده جت ازمه كورونا، فوقفنا بقى وقفنا ان احنا نركب طرابيش. المهم فجيه من حوالي سنتين 2 من اللي اتحشوا، فيهم واحد اللي حسيت انه اتخرم وواحد اتكسرت منه حته. بصراحة لما سمعت عن أسعار الحشو كده، أسعار مهولة، وخاصة على الدكتور ده، هو دكتور مميز، ما رحتش. فأنا حاليا مثلا باكل على جنب واحدة الناحية الشمال، بضغط عليها أكتر من مم. اليمين. هل ده يضرني ولا لازم برضه إن أنا أروح لدكتور أسنان في حين أنا مفيش ألم عندي؟ مم. طيب مفيش بصي ألم. خليني، حلو حلو، خليني اقول لك على اللي بيتقال في الطب عندنا. الكتاب بيقول ايه؟ انه اي ضرس معمول له حشو عصب لازم يتعمل عليه تلبيسه، لان لما بنسحب العصب من الضرس ونحشيه، الضرس بيبقى عامل زي الجثه اللي اتسحبت منها الروح، بيبقى مفرول وهش وممكن يتكسر لو اتاكل عليه. طيب شعوريا الكلام ده مش مظبوط. شعوريا ان ما دام الشعور اللي ادى لان السمنه تبوظ موجود،
مم. هيفضل يحصل مشاكل في السنة دي، حتى لو عملتِ لها طربوش هيبدأ يطلع تحتها خراج، هيبدأ يحصل مش عارفة تسريب أكل، هيبدأ طالما الشعور موجود. يعني وبرضه اضطروا ان هم يشيلوا دروسهم يعني في الاخر. طالما الشعور موجود هتفضل المشكلة موجودة. أنا دايمًا باقول حاجة لطيفة جدًا، ودايمًا بافكّرها بنفسي، باقولها لنفسي وأنا شغالة مع في أسنان حد، أمّا ييجي حد مثلًا يقول لي اعملي طربوش عشان أحافظ على الضرس ده بشكل كويس، أسأل نفسي سؤال، هو الحاجة اللي أنا هاعملها هتبقى أحسن من الحاجة اللي ربنا خلقها؟ استحالة. طب لو أنا عندي شعور بيبوّظ الحاجة اللي ربنا خلقها، هل الشعور ده مش قادر على إنه يبوّظ الحاجة اللي أنا هاعملها؟ طبعا اكيد. بس كده، الموضوع بيخلص عندي عند النقطة دي. فلمّا بنوصل للنقطة دي أنا والعملاء بتوعي أقول لهم طب تعالوا بقى نتكلم في الشعور، لإن أي حاجة أنا هاعملها لكم لو الشعور ده موجود هي هتبوظ، حتى لو أنا معايا دكتوراه في الحاجة الفلانية. فطول ما الشعور موجود، طول ما الحاجة ممكن تبوظ. يعني مش اللي هيبوّظ الجنب التاني اللي أنتِ بتاكلي عليه ده إنِّك أنتِ بتاكلي عليه كتير، لأ هو مُصمم إن إحنا ناكل عليه. هو مصمم، ربنا مصممه ان هو احنا ناكل عليه ويستحمل، بس طالما هو في توازن، طالما مكوناته في توازن، طالما ما فيش الشعور السلبي اللي بيأثر على طاقة الشيء. وممكن لو حابين المرة الجاية نعمل زي وصف تشريحي كده لازاي مكونات السنة طاقيا على مستوى الخلايا الصغيرة، على مستوى الطاقة اللي ما بين الذرات والإلكترونات بتتأثر بالشعور، عشان تبقوا فاهمين ازاي بيحصل المرض. لو حابين، هي حاجة مكلكعة شوية بس لو حابين ممكن نعملها. فخليني ردا على سؤالك، ايا كان اللي هيقوله لك دكتور الاسنان وايا كان اللي هتعمليه في اسنانك، لو الشعور اللي ادى للمشكله الاساسيه، تسوس الخراج العصب خلع الضرس اكلان العظم، لو المشكله دي موجود، لو الشعور اللي سبب المشكله دي موجوده، ايا كان الشغل اللي هتعمليه عند دكتور الاسنان معرض طبعا ان هو يفشل، او ما يجيبش نتيجته، او ما يأديش الغرض منه، لانه الشعور اثر على الحاجه ربنا خلقها، فطبيعي هيأثر على الحاجه اللي البني ادمين بيخلقوها. اتمنى اكون جاوبت جزء من سؤالك.